يصبح الفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله تكونوا بكلكم في خير ونعمة يا ربي. رجعت لكم كالعادة ولا تقطعنا عادة، فيديو جديد وحويجة سهلة وبنينة وما تتكلفش. سامحوني على صوتي، كما تعرفوا مازلت مقربة، اما توها الحمد لله لاباس. حسيلو عملت حاجة ياسر ياسر بنينة وسهلة وما تتكلفش كما قلت لكم، وقلت لازم نود بها صحابي متاع اليوتيوب ما يجيش منه. وبما انه راس العام قرب وتوا نحب نهدو روايحاتنا وعائلتنا بحاجات سهلة وبنينة، بقتو هكا مزيانة وبنينة بالاخص. والجماعة اللي ما عندهمش فور اليوم ان شاء الله باش نعمل معاكم قتو المقلة ياسر بنينة وسهلة. وهذاك علاش خليكم تبعوا الفيديو بالديتاي ومن الاول للاخر، راهو فيه برشا ديزاستيوس وبرشا اخطاء انا عملتها. انتم ان شاء الله ما تعملوهاش، هذاك علاش خليكم مع الفيديو وركزوا مليح. بالنسبه للمكونات كما قلت لكم ساهلين وبسيطين، باش نستحقوا 3 بيضات، نفس الكاس نكيلو به سامحوني، كاس سكر، كاس حليب، شطر كاس زيت، 2 كيسان فرينة، ومغرفتين كبار كاكاو مر، واحدة خميرة جاتو، واحد سكر فاني. هذوما هما المكونات. قول لي باش تعمل جاتو عاديه، زاد مانيش باش نركثوها بالمضرب الكهربائي، لا باليد. حسيت كل شيء عملته ساهل والمكونات بسيطه للعباد اللي مثلا ما توفرش عندها المضرب الكهربائي، اللي ما عندهاش هكا ما هيش باش تعمل هكا الجنوازات المعقده. دونك هذه سهله، تحط كل شيء مع بعضه وتركز وكهو. كما ريتو لهنا حطيت السكر، حطيت 3 بيضات، السكر نزيدهم السكر فاني، وزدتهم شطر كاس الحليب، وباش نركزهم بالكدا بالكدا لين يذوب السكر. سامحوني حسيت فما كلمات مانيش قاعده نلقى فيهم المفيد. جوست الحليب صبيت الشطر باش يذوب لي السكر في ساعه. وفما شيف سخرون كريتو انا قاعد يعاون فيا كل مره، هاو عظمها واعطيني نحرك، هاو اعطيني نصب. حسيلو الريسيت هي لحظه راهي تحضر، ميم با ربيع ساعة تكون خلطت الخليط الكل كي وتبدا تطيب على روحك. كما كي معنا سيسو ما شاء الله ضربنا عشية كاملة واحنا نحضروا فيها، وزيزو ما باش يركع. المفيد خلينا من زيزو ما يشكل زيزو. هني حطيت توا كل شيء هذا كنية. بالطبيعة الفرينة والكاكاو باش يتغربلوا، والخميرة ما نحطوهمش ماهمش مغربلين، ونبقاو نحركوا لين الميلونج بتاعنا الكل يدخل لبعضه. كما ريتو لهني حركت بالكدا بالكدا بالكدا. وتوا باش نصب الحليب، نكمل بقية الحليب متاعي. بعد كالعادة نكمل نصب زيت. المفيد ما نصب الفرينة والكاكاو الا ما نتاكدوا اللي السكر متاعنا ذاب. نقول لكم باش تعملوا كيك عادية راهو كيما اي كيك، ما تصب معناتها الحاجات الفرينة والكاكاو الا ما تكون متاكد اللي السكر متاعك ذاب بالكدا، باش بعد ما يبقاش هكا محثرب ولا كيف كتب لكم الكيك متاعكم. باهي لهنا كما قلت لكم حطيت 2 كيسان فرينة وزوز مغارف كبار كاكاو. كيسان الفرينة ما عبيتهمش برشا، خليتهم ناقصين شوية باش حطيت زوز مغارف كاكاو معناتها فهمتوني، باش ما توليليش ياسر يابس الميلانج. دونك نتوما كان باش تعملوا معناتها فاني بليش كاكاو، ننصحكم تزيدوها مغرفتين كاكاو ذوكني تزيدوهم فارينة باش ما تجيكمش ياسر جارية. بالطبيعة تكستور عينكم ميزانكم كما تعرفوا باش تعملوا جاتو ما تكونش يابسة خاطر ماهيش كيك، وما تكونش جارية. كما قلت لكم نقول عليكم باش تعملوا كيكة عادية جوست في مرحلة التطيب، مانيش باش نطيبوها في الفور باش نحطوها في الغاز. بعد معركة طويلة أنا وزيزو هي تصفي أركع حريث نجمت كملت صفيت الفارينة، وتوا باش نبدأ نصفي في معناتها باش نزيد الكاكاو نصفيها. لهناك بديت نحرك فيها طلعوا لي كل حثاريب هاك، مش كل حثاريب سامحوني، كل كعابر معناتها بقاو هكا كعابر متاع فارينة في وسط الميلانج. حركت ما بوش يذوبوا.
وانا تعب حسيلو ايش بتلهم الواحد الروبو باش ما نكذبش عليكم نكون صادقه معاكم. معناتها من بعد كي زدت الكاكاو باش نبدلها الروبو ونعملها ضربه باش يتحلوا الكعابر وكل كي هما يتحلوا راه. اما مازالوا يلزمهم شويه جهد اخر وبالتحريك هكا باش تبقى تحرك فيهم بشويه بشويه لين يتحلوا كل كي. وانا معناتها مدقق في الاخر نشكي لكم الخير ان شاء الله. هذاك علاش حبيت بالروبو في ساعة ونقدم به الفيديو هذا باش نقص على زوز بارتيات. باش نعمل معاكم بارتي جينواز وحدها هذيا باش ما تكونش طويلة ومعقدة وما يكثروش عليكم المعلومات ويطول عليكم الفيديو وما تفرجوش فيه معناتها وتزابيو هكا باش حاجات مهمة. وباش نعمل الفيديو حداخر للكريم موسلين باش تكون لكم زيادة واضحة ومفسرة بالديتاي نتاعها. وبالطبيعة نورمالمون نعمل الكريم موسلين ومعاها المونتاج متاع الجاتو كان سهل ربي ان شاء الله ونهبطهم لكم زوز في جرة بعضهم باش ما نبطاش عليكم. اما ننصحكم تجربوها الجاتو وتعملوا عليها اي كريم ما تبقاوش تستنوا فيه. اما جربوها هي ياسر طياره والنتيجه روعه وتفاجأت بها. ما كنتش متوقع اللي باش يجيني جاتو هكاك والله العظيم اللي تجي منفجه ومنفوخه. نقول عليكم طيبتوا كيك نقول لكم عملتوا ميلانج متاع كيك رولي وحطيتوه في الفور وجاكم معناتها هكا مدور هكا صغير ومنفج من داخل وسمح حسيلو تو تشوفوها من بعد. لهنا ما نقص الميلانج متاعي لثلاثة صحاف يكونوا قد تختاروا صحاف يكونوا ثلاثة كيف وبالعين معناتها باش تقسموا الميلانج متاعكم على ثلاثة والا تحطوا الميزان. انا ما حطيتش الميزان خاطر بالعين الظاهرين شكون معبي اكثر شكون لا حطيتهم هكين لين ولوا متساويين باش بعد الجاتوات متاعي يجوا قد كما قلت لكم مش واحدة تجي كبيرة وواحدة تجي صغيرة. باهي توا ندخلوا في الرسمي والصحيح واللي بيه الفايدة. خذيت المقلة متاعي انتم تنجموا كان تحبوا تاخذوا مقلة تيفال المقلة متاع الكريب زاده. انا الحق كنت باش ناخذ المقلة متاع الكريب اما المقلة متاعي كبيرة شوية دونك حسيتها باش تجيني ياسر كبيرة معناتها الجاتو مش باش تجيني مزيانة. خذيت هذيا الحق هي متلصقش اما فما حاجات انا غلط عملتهم. مثلا البابي كويسون اللي حطيتها لهنا انا كما تشوفوا حطيتها عليها 3 على قطع مقطوع احمر راهي غير ما تحطوا حكايه البابي كويسون كان الطبق نتاعكم ما يلصقش ديريكت اعملوا الزبده وحطوا الجاتو نتاعكم كما ريتو انا حطيت بابي كويسون وفي بالي حليتها بالكدا هي من بعد الميلونج نتاعي كي باش يتنفخ باش يجيني فاسد من الجناب اللي هي البابي كويسون فسدتهولي معناتها جو مكمش هكا في تكميشات اعراض ياسر وفي التطيب يبطع على الاخر خاطر انتم باش تقتلوا الغاز بتاعكم على الاخر راهو لازم يكون بريسك طافي الغاز نتاعكم وهي راهي في ساعه الطيب ما تبقاش برشا. المفيد لهنا خلينا نفهمكم شو عملت. حطيت البابي كويسون حطيت الميلونج نتاعي عملت ضربات كيما اللي ضربات هكا خفيفين ولا لكم باش تعملوها في مول نتاع كيك معناتها باش يطلع كل هواء وباش نغطيه لهنا بالبابي الومنيوم. من بعد نحيته راني زاد البابي الومنيوم غير ما تحطوه على خاطر بابي الومنيوم كي يعمل الفابور من داخل ويعمل القطرات الماء ما تروهوش دونك لازم كثر بثنين تبقى تعري فيها وماهيش باهي. حسيلو البابي الومنيوم اللي تويتها توا قدامكم وريتلكم توا كيما ريتو باش نعمل الغاز على الاخر ضعيف وباش نحطها هي فوق الغاز هذيك باش تساعد اللي النار ما تبقاش في الدوره هذيك كهوا باش تنتشر معناتها النار باش تولي على الاطراف الكليكيه نتاع المقله نتاعنا. معناتها انتم كان عندكم غاز مش بلاك اعملوها الفازة طيارة على الاخر معناتها حاجة ناجحة. لهناك انا ريتو بدلت حطيت في رجعت لمختي نحيت البابي الومنيوم كما قلت لكم حسيتو يعمل الفابور راهو من داخل ردوا بالكم لازم تعري وتمسح الفابور هذاك تمسحه. لهنا بعد مسحته معناتها الفابور كل مرة نمسحه لين طابت الكيك نتاعي هاكم كيما تشوفوا فيها طايبة على مسمحها. لهنا كما قلت لكم فزت لي من الاطراف شوية من البابي كويسون تتقلب بكل سهولة
انا خفت لتلصق لي وما نجمش نقلب، هذاك علاش حطيت البابي كويسون. اما كيما ريتوها يب عملت لها هكا في الواحده ديريكت تقلبت. عاودت دهنت الطبق متاعي بالزبده، وباش نحط فيه الدوزيام ميلانج كالعاده نحطه، نعاد نحطه على الغاز ونغطيه نخلوه المره الاولى ما نطلوش عليه، معناتها هكا نخلوه هكا شويه لين يبدا يطلع فاك الفقاع، فكن هكا كل فقاقيع من فوق هكا كمبابيل من فوق دوبه وين يطلعهم، ونحسوا اللي الغطاء معناتها ولا ياسر فيه ماء ديريكت نعروه ونقد ونشيحوه نمسحوه. باهي، ثاني غلطة أنا عملتها في الجاتويت متاع اليوم اللي هي الغلطة هذه، كما تشوفوا فيها المقلة متاعي غارقة شوية، وأنا صححت راسي وقلت لازم نقلبها، وهي ماهيش كريب باش تتقلب معايا يابسة، معناتها منفوخة مش يابسة، يا ربي سامحوني، معناتها غليظة ماهيش كريب باش تعملي لها هكا تقلب، كما ريتو كقلبتها تكسرت. دونك الحاجة هذيك زادة ما تعملوهاش، ما تقلبوش الجاتو متاعكم بالمغرفة. وهذه النتيجة معناتها الحاجة اللي صدقت معي ونجحت، حاجة عادية راهو، وانا كنت في بالي بها غير شي صحة راسك هكا بليدة نحب نجرب حاجات في الاخر ما فشلوني. المفيد الجاتو اللي فزت راهو مانيش باش نلوحها بالطبيعة، قلبتها على الشيرة الاخرى، سمحتها رجلتها، وباش ناكل وباش نحطها في وسط الجاتو متاعنا وتجينا معناتها تجي مريقله. لهنا كما ريتو حطيتها في الصحن. اما قبل ما تقلبوا في الصحن تعريوا عليها وتخليوها تشيح شويه من فوق، معناتها ما تخليوهاش كل منديه باش ما تلصقلكمش في الصحن عاد، تخليوها تشيح هكا شويه، ومن بعد تحطوها هكا تقلبوها على الصحن كما انا قلبت، وبعد تعاودوا ترجعوها من با هكا 5 مينوت تكمل تشيح، خاطر هي طايبه راهي من داخل جوست تحسها منديه شويه من فوق وكهوا كمل طابت من فوق. هي الكعبة هذية اللي طلعتها وتجيكم ياسر ياسر ناجحة وبنينة، وهذه هي الجاتو متاعنا كما ريتو. ان شاء الله تكونوا فهمتوا كل شيء، كان ما خليت حاجة ما فسرتهاش اكتبوا لي في لي كومنتير. تو بقى لي باش نخليكم في امان الله، ونتقابلوا في كمالة الفيديو.